هذه البطولة. سيحاول إضافة انتصار. التمرير، رفعت الكرة داخل مستطيل العملية. هذه محاولة، فرصة الهدف، فرصة الهدف، هدف أول، هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي. جاء في حدود الدقيقة الثانية بواسطة آدم بوغازير. آدم بوغازير كيتمكن من تسجيل الهدف الأول، و تابعنا التمريرة الممتازة والتحضير اللي كان من طرف اسماعيل العود. لاحظوا التمريرة أكيد اسماعيل العود، لاحظوا وضع الكرة بكل هدوء. فراغ كان كبير على مستوى الدفاع ديال المنتخب الليبي، استثمروا بشكل ممتاز المنتخب الوطني المغربي. اذا هدف اول. اذا عندنا بوجوفي لاعب حمزه شلالي لاعب فريق الفتح الرياضي في الوقت الانطلاقه ديال اسماعيل العود على مستوى الجهه اليمنى، لكن الكره بعيده. هذه محاوله تمرير داخل مستطيل العمليات، لكن التغطيه حاضره لفائده المنتخب الليبي. محمد كباني، تمريره، محاوله خطيره لفائده المنتخب الليبي. حذاري حذاري، والهدف، هدف التعادل لفائده المنتخب الليبي. يعني تابعنا انسلال ديال محمد جرود تمكن من انسلال وراء ظهر المدافعين، وخذا الكره دخل مستطيل العمليات، يضع الكره في شباك الحارس ادم مواك. وبالتالي المنتخب الليبي كيتمكن في حدود الدقيقه العاشره من العوده في النتيجه ديال هذه الجوله الاولى. نتابع من جديد. لاحظوا التمريره ثم انطلاقه ديال اللاعب محمد جرود، حاول اللاعب والمدافع حمزه شلالي، لكن كذلك ادم مواك. اذا تعادل ايجابي، هدف لمثل بين المنتخبين، هدف تعادل لفائده المنتخب اللي بيلاحظوا الانطلاقه ديال لاعب جرود، سل من المدافعين. التنافس كان بين اسماعيل العود وكذلك اللاعب عياد ابراهيم، كيبحثوا على حافز. لعبات الكره دائريه مباشره في القائم الاول، تدخل وابعاد الكره، تعود من جديد لفائده العناصر الوطنيه. تمريره داخل مستطيل العمليات، هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي الراسيه، لكن جانبا يستعيد لتنفيذ هذا الخطا. لعبات الكره دائريه، حذري من هذه المحاوله، مرات جانبا. كره طويله، انطلاقه ديال إليان حديدي، ممتاز إليان داخل مستطيل العمليات. تدخل في الوقت للحكم المساعد رفع الرايه. في الوقت تبادل المحاوله، محمد كباني المراوغه خطيره، لكن تغطيه حاضره، لازم يبعد الكره. هذه محاوله امكانيه العرضيه، رفعت الكره في القائم التالي. اسماعيل العود الراسيه، مرات جانبا الدفاعي، مشات الكره على مستوى الجهه اليمنى. مهدي محمول، هذه محاوله امكانيه العرضيه، رفعت الكره، امكانيه تسديده، مرات جانبا. غادي نتابعوا التمريره ديال مهدي محمول داخل مستطيل العمليات. وصلت الكره اسماعيل العود، خدا الوقت ديالو الكافي في التسديد. كره مرات جانبا ولمست. نتابعوا هذا الركنيه في القائم الثاني. يعرف جيدا قيمه ديال العناصر الوطنيه. رائد الشبلي كينفذ الخطا بسرعه على مستوى الجهه اليسرى لمحمد كباني. حذر من هذا اللاعب كباني داخل مستطيل العمليات. تمريره، تسديده، تدخل الحارس اليمنى. ادم بوغازير لإليان، ومراوغه ممتازه، محاوله في المنتخب الوطني المغربي داخل مستطيل العمليات، لكن كان تباطؤ شيء ما. مره اخرى إليان حديدي رفع الكره، دي محاوله، لكن اسماعيل العود ما وصلتوش على مستوى الراس اللي كان قدم مستويات عاليه في الوقت تبادل المحاوله. ادم بوغازير تمكن من الدخول داخل مستطيل العمليات. ادم بوغازير وتدخل الدفاع. تغيير الدقائق المقبله، نفذت الركنيه مباشره. دائما محاوله اسماعيل العود يسدد، لكن فوق المرمى اللي ما تمكنش من وضع الكره في الشباك. نتابع من جديد هذه المحاوله. تسديده اسماعيل العود لابراهيم فايق، كره طويله، هذه محاوله، انطلاقه ديال إليان حديدي رفع الكره، لكن سهل الوطن المغربي بواسطه لاعب ادم بوغازير. ادم امكانيه التمرير، رفع الكره، دي محاوله، لكن كانت بعيده شيئا ما تصل اسماعيل العود. اسماعيل العود كيبحث عن امكانيه التمرير على مستوى الجهه اليسرى. تدخل وإد، هذه محاوله على مستوى الجهه اليسرى لفائده المنتخب الوطني المغربي. تسديده مرات جانبا من اجل اضافه الهدف الثاني. لاحظوا المراوغه، امكانيه التقنيه لاسماعيل العود الذي يسدد، وتدخل الدفاع الذي يبعد الكره. المنتخبات التي ستكون حاضره. هذه محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي، امكانيه الدخول، بحث عن امكانيه التمرير، لكن الحكم اللي كيرجع من اجل استرجاع الكره. هنا نتابع لاعب
عدنان بوجوفي. الحكم شاف بان كان هناك لمسه يد، هذه تنفذ الشرط. كتلعب الكره طويله، دي محاولات جديده لكن كتب عياد ابراهيم مره اخرى. كره طويله داخل مستطيل العمليات دي حديدي. هذه محاولة، فرصة الهدف، فرصة الهدف وهدف ثاني. هدف ثاني لفريق المنتخب الوطني المغربي، ولكن اكيد هدف بالفعل، هدف صحيح للعناصر الوطنيه. ما كانش هناك وضعيه تسلل. المنتخب الوطني المغربي كيتمكن من تسجيل الهدف بواسطه اللاعب ادم بوغازير. ادم بوغازير كيتمكن من تسجيل الهدف الثاني وكيعطي السبق الان لفائده العناصر الوطنيه، والمغربي كيتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الانفاس الاخيره من الوقت الاصلي لهذه الجوله الاولى. لاحظوا استرجاع الكره كان بشكل ممتاز، ما كاينش هناك خطا. ايليا الحديدي كيمرر تحضير كذلك من طرف لاعب عدنان بوجوفي وادم بوغازير، طريقه ممتازه. ولكن نتمنى عكس ذلك يا حمزه، نتمنى العوده للمنتخب الليبي. هنا الصراع والدربكه في الدفاع. العود تمرير على المستوى الجهه اليمنى، دي محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي الدخول داخل مستطيل العمليه، تدخل وابعاد الجهه اليمنى، لكن تدخل دفاع ديال المنتخب الليبي لابعاد الكره بسرعه. ايليا الحديدي، هذه محاوله فائدة العناصر الوطنية، إمكانية العرضية، رفعت الكرة رأسية مرات جانبا. كرة فائدة المنتخب الوطني المغربي، تمريرة ممتازة، دي محاولة انطلاقة، إمكانية التمرير لأدم بوغازير، طلب الكرة، محاولة من أجل إضافة هدف ثالث. نتابع المراوغة الممتازة، يعني لاحظوا التمريرة لكن ما كانش بشكل جيد في اتجاه اللاعب عدنان بوجوفي. كانت المحاولة في الوقت الرأسية والهدف، هدف ثالث لفائدة المنتخب الوطني المغربي. اذا الوصول للمرمى والوصول للشباك، عدنان بوجوفي كيتمكن من وضع الكره. هدف ثالث لفائده العناصر الوطنيه بعدما تابعنا المحاوله اللي كان بامكان لاعب ابراهيم فايق انه يمرر في اتجاه اللاعب عدنان بوجوفي. فبعد ذلك المنتخب الوطني المغربي يستثمر محاوله بطريقه ممتازه، وضع الكره في الشباك. سنتابع هذه المحاوله. لاحظوا ترفعت الكره الرأسية ديال لاعب عدنان بوجوفي، تعود الكرة من جديد وعدنان بوجوفي كيتمكن من وضع الكرة في الشباك. هدف ثالث لفائدة المنتخب. لاحظوا الكرة، انه تكون هناك ردة الفعل حذري من هذه المحاولة، تسديدة مرات فوق المرمى. الكرة نتابع من جديد هذه المحاولة لفائدة المنتخب الليبي. أناس الريفي كيرجع الكرة لصهيب الهوني، صهيب الهوني رفع الكرة الرأسية مرات جانبا. لاعب أناس الريفي. نتابع هذه المحاولة، تمريرة صهيب الهوني، تمريرة لمحمد جرود، محمد جرود من الجهة اليمنى، لكن لاحظوا العودة ديال اللاعبين المنتخب الوطني المغربي أجل التغطية الدفاعية. استرجاع الكرة ما كاينش هناك خطأ، ودخول عمران سليم، كذلك دخول سعد برا. هذه محاولة مرات أمام المرمى، كانت محاولة من جديد لإبراهيم فايق على مستوى الجهة اليسرى إلى جانب محمد رضا أجوري. هذه محاولة داخل المستطيل العملي، كرة لفائدة العناصر الوطنية. حدود التمريرات قصيرة إليا الحديدي، لكن الأمل الكبير على المستوى القاعدي. هذه محاولة خطيرة ديالنا، هنا الكرة مشات فوق المرمى. نتابعوا من جديد هذه المحاولة. محمد كاباني هو اللي لعب الكرة مباشرة للمرمى. لاحظوا مرات من أمام لاعب أناس الريفي ثم أناس نوير.